السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نخبز مع بعضنا العيش الرخفان أو العيش الشمسي. بصوا، العيش الشمسي ده شيء مقدس، شيء أساسي عندنا. ينفعش التلاجة ما يبقاش فيها عيش. بصوا، عيش مصري، عيش فينو، عيش ما يمشيش معانا، ما ينفعش معانا. هو ده الأساس، هو ده اللي لازم يبقى قاعد في التلاجة. مع إن عيالي مش هيحبوه، ما لهمش فيه، ولكن أساسي. في أكلات مش هتمشي إلا بيه، يعني زي الزبانخ، زي الملوخية، زي العدس، زي الويكة. في أكلات ما تنفعش إلا بالرخفان. تمام. العيش الشمسي ده يا اخوانا نجهزوا له من عشية، من قبليها بيوم، ونقعدوا نجهزوا للخبزة. تمام. يعني انا خابزه الصبح، من بالليل نبدا نجهز زي العصيده دي اللي عملتها قدامكم. بصوا، اللي ما حطش لايك يحط لايك. اللايك سهل بالنسبه لك، ضغطه بسيطه، لكن انا يفرق معايا كتير والله. فاللي ما حطش لايك ينورني ويوريني اللايك بتاعي. بصوا، دي العصيده انا ابدا ان شويه دقيق، يعني كد نص طبق كده، اقل على حسب كميه العيش اللي هتخبزيها يعني. تمام. انا خبزت 17 رغيف. دي كد نص طبق دقيق، وعليه شوية ملح ومية مغلية، ونبدأ نعصط فيها ونحط لها شوية مية ونسيبها تبرد. العصيدة دي مهمة للعيش، تخليه طوري وحلو، يقعد طوري وقت كبير يعني معاكي. تمام. بعد ما استنيتها بردت عاد وبقت كويسة، جيت حطيت حباية الخميرة عليها. دي الخميرة اللي هي الخميرة اسمها خميرة بيرة، اللي هي زي العجينة دي كده، مش خميرة فورية، يعني النوع التاني من الخميرة، مش الخميرة دي. تمام. ونجي بعدين نكب فوقها العقر. في ناس تقول عليه الحدق، في ناس تقول عليه العقر، احنا نقول عليه العقر. العقر ده انا ابقى منقعاه من العصر مثلا، عشان نجي في الوقت ده نحطه ونبدأ نعجن بيه. هنقولكم دلوقتي العقر ده يتعمل ازاي. العقر ده مهم جدا، اساسي، شيء اساسي في الرخفان. لو ما حطيتيش عقر او حدق ده، العيش هيبوظ منك، ويومين ثلاثة وهيعسل، وهيبقى من جوه كده معسل وشكله مش حلو، هيبوظ يعني. ده حاجة اساسية. بصوا، شوية العقر دي هي اللي تطول عمر الرخفان. تخليه ممكن يقعد معاكي شهر، ممكن يقعد معاكي اكتر في الشتاء، على حسب، لانه هو قاعد في التلاجة وكويس. ولو قاعد من بره ما يعسلش وما تحصلش حاجه. هنقولكم دلوقتي العقر ده يتعمل ازاي. تمام. جيت بعد ما حطيت العقر بقى، وهنحط الدقيق ونبدا ايه، نعجنهن عشان نغطيهن ونسيبهن لحد الصبح. يا اخوانا، لو ما نمتيش وجاتك الهلاوس وقعدتيش تهلوسي بالعقر الليل كله، تهلوسي سوري بالخبزة الليل كله، والله العظيم ما تبقي مرة فالحة ولا زينة. يا اما تحلم ان العيش اتحرق، يا تحلم انك نسيت الملح، يا تحلم ان انت نسيت الخميرة. زي كده الواحد يقعد او صبحة خابزة، تقعد الليل كله تهلوسي بالايه، تهلوسي بالخبيز، تجيك الكوابيس كلها. هذا هنا صحيت الصبح لقيت الخميرة خمرت، ودي حبيت الدقيق. المفروض ان انا ما كنتش ناوية اني نكتر يعني، ولكن الحمد لله جات يعني كد الخبزة العادية بتاعتي. تقريبا ايدي واخدة على واخدة على عبار، يعني انا ما كنتش ناوية نكتر، لكن لقيتهن هن جن 17 رغيف. يلا مش مشكلة، مش هيخسر. دي نشتروها مع الخميرة، اسمها مسة. انجو نحطوها انجو نحطوها للعيش الصبح، انا ونعجن فيه الصبح، نجي نحط نصهن يعني. دي بالجرامات، دي حاجة بسيطة خالص كده يعني. يعني يمكن دي 2 جرام مثلا او بتاع، هنحط نصهم انا لان العيش بتاعي قليل. الله اعلم دي ايه يا اخوان. والله ما نعرف، احنا هنقول هاد خميره ومسه، يعني دي مسه. هنجو نحطوها تنفخ العيش في الفرن وتخليه مسامه حلوه وتخليه حلو يعني. تمام. جيت هنا خلصت العيش اديني وملكته، وتمام. ادي ده القوام المظبوط بتاعه. وطلعت فوق وحنبدا ايه نقطع فيه. جيت عاد نبص لك فوق في السما، نلاقي الدنيا هتبدا ايه تغيم، لقيت في غيم يعني. قلت احنا عندنا، يقول له قال اللي يوم ما تخبز شمسها مش طالعه الدنيا مغيمه، يبقى رجلها مش هيريدها. اللي الدنيا مغيمة عنديها رجلها مش يريدها. يوم خبيزها يعني. فقلت أنا الراجل يبقى مش يريدني، بلا ما الدنيا مغيمة عندي. المهم جيت يا خياني، عاد أنا قطعت وعمالة نبص في الشمس كده. لا، لا شكلها هتطلع، لا شكلها ما نتأكد. هنقعد قصاد الكلام، ولا أنا أريدك، لا حنشوف. أنا الشمس تأكد لي، ليش دعوة. أساطير خرافات لا، أنا هنصدقها، ليش دعوة. جيت هنا قطعت العيش وحطيتها في الشمس، وتمام. وانا عماله ايه، عماله نبص للشمس حواليا ونتاكد. لا يا اخوان، لقيت ايه، لقيت لا زين، ده شويه غيم بسيطه كده وماشيه، لكن الشمس حلوه وحاميه كده وشغاله وما شاء الله خمرت للعيش. لا الراجل طلع براءه خلاص يعني. تمام. جيت هنا رصيت حبايه العيش، جبتهم في الارض، لان الحيطه مضلله، فمخليه الدنيا دي دافيه خالص يعني. الحته اللي تحت الحيطه دي هتبقى دافيه خالص، وما شاء الله ايه اتخمر العيش بسرعه يعني. فجيت نزلت كل اللي على الحيطة ده، جيت نزلته وحطيته كله من تحت وإيه، وسبته عشان ياخد وقته في الخمور، لأن الدنيا شتاء طبيعي هياخد وقته يعني. بصوا، العيش هيطول في الشتاء،
هيطول دي ميزة وعيب. هيطول ميزة اني انا هنقدر نخلص كل اللي ورايا. بصوا عمالة نتأكد عمالة نتأكد من السما. ميزة انه يطول عشان نقدر نخلص خدمتي، وانه يطول في اي عقب معايا ياخد يوم. ده العقر يا اخوانا. بعد ما خلصت قطيع العيش، حباية العجين اللي هتبقى فاضية في العجانية او في المعونة، نحط عليهن دقيق ونقعد نفرك فيهن البواقي الفضلات اللي لازقة في العجانية. نقعد نفركوا فيهن زي كده، ننعمهن ونخليهن يتهون شوية، وبعدين نحطهن في كيس وندخلهن في الفريزر. تمام. نروح اول ما نجي هنخبز تاني الخبزة الجاية، نطلعهم من الفريزر ونحطهم في شوية مية دافية وننقعهم، ونبدأ نعجن بيهم الخميرة زي ما انتوا شفتوا من بالليل. جيت عاد ايه العيش، قلت طبعا هيطول، فانا تعالى يا بت ايه روق الدعاويكة والدنيا اللي هايصة تحت، انا هنخبز فوق والفرن بتاعتي فوق. فنزلت تحت ايه عاد نروق المدعي كده. بصوا المطبخ يضرب يقلب سبحان الله، مش عارفة ليه والله. يوم الخبيث تبقى الدنيا ايه، تبقى الدنيا بايظة خالص. ادي ما شاء الله تبارك الله عاد ايه ظبطت الاداء. جيت روقت المطبخ عاد ونظفت الحوض. المنظر ده للاسف مش هيستمر كتير. بصوا اخواننا الفراعنه ولا جدودنا الفراعنه عملوا 3 اهرامات، انا بعون الله عملت الهرم الرابع يعني عملت الهرم الرابع بالمواعين. يا عباد الله كميه مواعين، يعني سبحانك يا رب. وادي جيت عاد ايه هنا روقت على الرخامه وغسلتها ولمعتها ومليت الكولمن. وجيت ايه ظبطت الاداء كده، نظفت المطبخ ولمعته وعدلته. وادي دي فضلات الاكل. انا طبعا انتوا عارفيني مش انرمي اي فضلات اكل، عندي حبايه بط نرمي لهم كل حاجه. جيت للصاله عاد عينكم ما تشوف الا النور، ايشي لعب مترمية وايشي حاجات مترمية. وبص اللي هناكاتي ده كل من كان يلعب بيه وردي، والدنيا بايظة. بصوا والله العظيم مدعكة مدعكة يعني. قلت يلا ما بدهاش برضه نروقوا على البيت كله، لان كده 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 العيش لسه مطول. فادي ما شاء الله اللحظة اللي شايفين اللحظة دي والله نحبها يعني تغسلني كده من جوا زي ما نقولكم. جيت هنا مسكت كل نظفته وكنسته وكله، يعني البيت هنا كنت خلصته ومسحته وفرشته ورشيت المعطر. دي احلى لقطه ما في الموضوع. جيت هنا شطبت البيت تحت وطلعت هنا ايه فوق نشوف العيش ايه ظروفه. جيت لقيتها ما شاء الله ادي خمر يعني، لاني طبعا خدت وقت كبير تحت انا وانشطف في البيت والمطبخ ومسحت ونظفت وعملت. وادي قريني قاعد معايا صاحبي ادعوا له رب يشفيه ويعافيه يا رب، قاعد معايا انا عماله نهون هش في الدبان وهو عمال يهش معايا قاعد. فادي جيت هنا لقيت العيش ايه عاد خمر وتمام وبقي زي الفل. جيت رديت على الناحية التانية، يعني نخلي وش الردة هو اللي من فوق ووش يبقى من تحت، يعني الردة تبقى من فوق وهو يبقى من تحت بنفس المنظر ده، الردة بمقرصة تاني. وجيت بعدين جرحت ان نجيب زي ما وريتكم قبل كده، نجيب دبوس او اي حاجة حادة كده ونجي نعمل داير ما يدور عليه كده نفتحه، يعني داير ما يدور عشان يدخل الفرن. جيت هنا بعدين رصيته. بصوا ما شاء الله منظر عسل في الفرن. يا سلام على الجمال يا بت والله فالحة تسلم ايدي. بقيت كل يعني اول باول الرغيف اللي نلاقيه في الشمس خمر وتمام وصل لخمور ان هو يدخل الفرن، نتلفى نحطه في الفرن. ما مش نستعجل عليه، ياخد براحته في الخمور عشان ايه يعني يبقى حلو، لان لما يبقى ناقص خمور يبقى كابس كده وشكله مش بيس، يعني يبقى تقيل وكابس كده ومش تمام. فجيت هنا ايه ادي بعد ما رصيتهن وعدلتهن تمام. طب ايه هنتغدى وعندنا حباية سمك. جيت رحت غسلتهن ونضفتهن ونقعتهن في ملح وخل، وبعدين رحت غسلتهن كويس وتبلتهن وحطيتهن ايه في صينية. قلت كده كده الفرن شغالة يا بت روحي حطيهن زقيهم في الفرن بعد العيش خلينا ايه نتغدى. جا العيش طلع عادي ما شاء الله تمام زي العسل، عاد طلع طري عاد ما شاء الله وجميل يا بتقول. الكاميرا يعني مفتحاه شوية، هو يعني محمر شوية ولكن الكاميرا مفتحاه كده شوية تمام. جيت ادي هنا لميت على بعض عشان نغطيه وياخد وقته لغاية ما يتهوى كده ويتهوى يعني يتهوى كويس خالص. وبعد ما يتهوى اروح بعدين نلموه نحطه في اكياس، وجوا الكياس تبقى فيه قماشة من القماشة قطن، يعني عشان ايه لان ده يدخل التلاجة العيش ده يقعد وقت طويل يعني يقعد براحته في التلاجة. فنجي ان نحطه في كيس وجوا الكيس يبقى يبقى قماش قطن كده، ونجي نقفله ونحطه جوا التلاجة عشان اي مية لما تعمل طبعا التلاجة مية جوا الكياس وكده، فيبقى ايه القماشة دي تمص المية وتمص اي صقعة ولا حاجة، والعيش يبقى قاعد سليم جوا الكيس ما تحصلش حاجة. هنجي نلمه كله زي كده ونروح نقفل الكيس ايه ونحطه في التلاجة عاد. يا سلام ناخد نفس، انا عندي عيش في التلاجة يعني انا في امان. وادي ايه ادي الغدا بتاعنا كان النهارده.
تفضلوا بينا يا اخواننا يلا. واللي ما عملش لايك يعمل، واللي مش مشترك في القناة يلا اشترك ونورني، كل يوم انزلوا حاجات جديدة. وايه، السلام عليكم.